السلام عليكم، والله يسعد اوقاتكم حبايبي. بتمنى الجميع يكون بصحة وخير. اليوم رح نعمل كنافة خشنة، وإن شاء الله رح تعجبكم كتير. خلينا نروح للمكونات. بدنا سكر ومي مشان القطر. القطر بدنا اياه لا تقيل ولا خفيف، وبدنا نساويه قبل بوقت مشان يبرد معنا. وفي عنا كنافة خشنة، وفي عنا قشطة. أنا مساوي فيديو عن القشطة ورح أتركه بصندوق الوصف. وعنا سمنة سايخة، وعنا بيستو يعني اختياري، فيكم تحطوه فيكم ما تحطوه. وخلونا نبلش بتحضيره. أول شي بده يكون عندي 3 صواني قياس واحد، تنتين دهنهم بالسمنة ووحدة لأ. تنتين دهنهم بالسمنة بدي أحط فيهم كنافة. هاي الكنافة بدي أحطهم بالصينية. بدي أحاول أعبيها بالتساوي مشان ما تطلع قرنة سميكة وقرنة رقيقة. هلا هيك صارت معنا جاهزة. بدنا نحط كيس ونحط الصينية الثانية المدهونة سمنة فوق منها، ونعمل نفس الطريقة. وبعد ما جهزت معي الصينية الثانية كمان حطينا كيس، وهلا حطينا الصينية المو مدهونة. هلا بدنا نحط عليهم وزن أقل شي 10 كيلو، واللي ما عنده وزن أكبر طنجرة عنده يحط عليها ويحط بقلبه منها مي، يعني شي يعطي الوزن لمدة ساعة. برجع لكم بس تجهز. وبعد ما تركت الوزن عليهم ما يقارب ساعتين، بالوقت أنا جهزت القطر مشان يبرد. هلا بدنا نقيم الصينية. شوفوا شلون طلعوا معنا بالشكل هذا. هلا بدنا نغرقها بالسمنة. شغلت الفرن على درجة حرارة 160. طبعا هلا بعد ما تنشوى بالفرن هاي السمنة بدنا نرجع نصفيها. السمنة اختيارية، في اللي يحط نباتي في اللي يحط حيواني. حطيتها من تحت وشغلت عليها بس من تحت لحتى تنقلى. وهلا مثل ما انكم شايفين صارت كلها لونها زهر مايل على حمار. هلا بسحبها بصفيها من السمنة وبرجعها الفرن، بحطها لمدة دقيقة واحدة بس لنشف السمنة من قلب الكنافة. لما صفيتها من السمنة رجعتها على الفرن لمدة شي دقيقة، دقيقة ونص تقريبا. عطتني اللون اللي بدي اياه. هيك بتكون الكنافة هيك نشفت من السمنة اللي جواتها. هلا هيك صارت جاهزة وفيني اسحبها برات الفرن. حبايبي بعد ما تركنا الكنافة تبرد صار دور انه نحشيها. نحط عليها قشطة،
هلا الكمية اختيارية طبعا، كل واحد بيختار الكمية اللي بده اياها. بوزع القشطة عليها كلياتها. هيك بكون شي بإذن الله غير شكل. هلا صار دور الفستق، قلنا لكم هذا اختياري. وهلا بدنا نحط الطبقة الثانية. برجع لكم حطيت الطبقة الثانية، بدي احط القطر عليها، وهون ضروري القطر يكون بارد مشان الكنافة ما تتشتش. كمية القطر اختيارية مثل ما حكينا سابقا. حاول اوزع على كل الجناب. هيك بكون حاجتها. برجع لكم وأقطعها. بعد ما قطعتها مربعات بالشكل هذا، أنا بدي أحط عليها طابات قشطة للزينة. بعد ما حطيت القشطة، حط فوق منهم فستق. وهيك تكون أكلتنا جاهزة اليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، جربوها وما راح تندموا بإذن الله تعالى. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.